يا جماعه عاملين ايه؟ ولو انت مش عامل كوبايه شاي، كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه، كوبايه اي حاجه، في حالتي دي انا عامله تيليو عشان زوري عندي مشاكل. عشان الحلقه دي انت هتتعلم فيها ازاي تفرق ما بين العلامات اللي بجد اللي ربنا فعلا عايز يقولك اعمل كذا وعايز يزقك في طريق معين، وما بين العلامات اللي انت حضرتك بتحاول تقنع نفسك بيها علشان انت عايز تعمل حاجه معينه. فانا في حالتي العلامه اللي جات لي واللي ذكرتها لكم في الفيديو اللي فات كانت علامه واضحه وكبيره وغريبه وشبه اعجازيه شويه. قبل ما احكي لكم لازم اقول لكم ان انا اتعلمت حاجه مهمه قوي في اخر سفريه، ان انا انهي علاقاتي كلها بشكل ودي وبشكل لطيف، وتخلي ان انا افتح باب ان انا لو عوزت اي حاجه اعرف اخدها من الاشخاص اللي انا كنت اعرفهم في حياتي قبل كده. يعني مثال صغير، الشغل زي ما قلت لكم انا مشيت من الشغل وكانت العلاقه لطيفه جدا لدرجه ان هم ما كانوش عايزيني امشي اصلا. وبالنسبه للبيت كان نفس الكلام، صاحبه البيت انا كنت على علاقه كويسه قوي بيها ولحد يومنا هذا، وهي ست صراحه لطيفه قوي. هي وجوزها اتنين يعني they retired على المعاش وقاعدين في البيت وعايزين ناس ديسنت كده، وعايزين ناس محترمه تحترم نفسها ملهاش في اي حاجه وحشه، ما بيجيلهاش زيارات كتير في البيت، يعني مش عايزين شوشره. فانا كانت علاقتي كويسه جدا بالنسبه للشغل اللي انا كنت فيه وبالنسبه للبيت. ولكن البيت اللي انا كنت عايشه فيه ده كان لقطه يا جماعه، كلوكيشن، كسعر، ككل حاجه. انا كنت في نص كل الاحداث وكانت حواليا كل المحلات والشغل والسوبر ماركتس وكل حاجه، والسعر كان لقطه بالنسبه للارتفاع والنطه بتاعت الاسعار اللي حصلت في الفتره دي. انا بديلكوا كونتكست بس عشان ايه الحاجه اللي هحكيها لكم دي تفهموها. المهم صاحبتي اللي كانت ساكنه معايا في السنتين اللي فاتوا اللي انا حكيت لكم عليها كلمتني. كنت انا في مصر بقى وقاعده طبعا ومكتئبه ومش عارفه هرجع ازاي وهعمل ايه، وعماله ادور. اصلا كنت الفتره دي عماله ادور على بيوت للايجار، طبعا بدور على مواقع زي زيلو، مواقع حاجات زي كريجليست وحاجات كده، حاجات مش موثوق فيها. يا اما على الصعيد الاخر حاجات بقى محتاج تدفع شهر وشهر ونص وتدفع تأمين وحاجات كده، تحتاج بادجت رهيبة عشان بس تسكن. ده غير ان انت لسه هتفرش البيت هتجيب حاجات في البيت، انت مفيش بيت بتأجره على الجاهز يعني، ولو مفروش بيكلفك اكتر بكتير من سعره وهو مش مفروش. فالمهم صاحبتي دي كلمتني وقالت لي نور انتي علاقتك كويسة بالست اللي احنا كنا ساكنين عندها، فانا عايزاكي تكلميها تساليها لو يعني لعل وعسى البيت فاضي، لان انا في واحده صاحبتي جايه من الاردن وعايزه تسكن في البيت، وكانت صاحبتي اللي انا كنت ساكنه معاها دي هي كمان سابت البيت بعد ما انا نزلت مصر يعني. المهم قلت لها من عندي قبل العندي نو بروبلم، ماري از ماي فريند، وهبعت لها واشوف ايه الكلام واقول لك. المهم بعت لماري صاحبه البيت فاضي، ما ردتش عليا وانا نسيت الموضوع وصاحبتي دي نسيت الموضوع، كلنا نسينا الموضوع ونمنا على الحوار. المهم بعدها بفتره انا كنت لسه عماله بدور على بيوت وبتاع، ما جاش في دماغي خالص ان انا اسال صاحبه البيت يعني اسالها عليا انا لنفسي انا اذا كان البيت فاضي ولا لا، معرفش ليه كانت تايهه عن مخي تماما. المهم قلت يا الست دي ما ردتش عليا ليه، لا يكون حصل لها حاجه وهي كانت ست كبيره وبتاع. فقلت ابعت لها كمان مره لقيت جوزها بيرد عليا وبيقول لي ايه ماري ازيك يا نور وعامله ايه وهواري ومش عارفه ايه والكلام ده، وماري بره ولما ترجع خليها تكلمك. فانا قلت ايه الحوار مش بالاهميه دي، انا بس عايزه اطمن عليكم مش لازم تكلميني ولا اي حاجه يعني. بس قلت ماشي خلاص عادي ممكن يكون بيقول كده وخلاص يعني وهيكبر دماغه يعني. لقيت فعلا تاني يوم لقيت ميست كول على الانستجرام من ماري. هما الاثنين كان عندهم نفس البيج، يعني هما ملهمش في السوشيال ميديا لدرجه ان هم فاتحين حاجه واحده من كل حاجه، يعني فيسبوك واحد هما الاثنين، انستجرام واحد هما الاثنين. المهم ما علينا، لقيتها بترنلي، فالمهم رديت عليها كونكشن قطعت ما فهمتش، فلقيتها بتقولي هو انت بتسالي على البيت على الشقه؟ فقلت لها اه بسال على الشقه. قالت لي انت بتسالي لمين؟ قلت لها معرفش ايه اللي خلاني فجاه بدل ما اقول لها انا بسال لحد انا ما اعرفوش او حد جاي من عن طريق صاحبتي التانية دي، لقيت نفسي بقول لها بسال لنفسي. والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده، وانا ولا خطرت كانت قبل كده في دماغي يعني، بس عشان الحوار التاني نام وقعدنا شهور يعني. البنت صاحبتي دي ما سالتنيش ايه اللي حصل، البنت قالت لي، فقلت بيبقى البنت التانية اكيد اتصرفت يعني. فقلت لها بسال لنفسي. قالت لي لو ليكي كذا رقم معين
بس لو لحد تاني انا مش هأجر البيت اصلا لحد تاني. وهقول لكم ليه. عشان البيوت في اماكن معينه بيبقى غير قانوني فيها ان الجزء العلوي بتاع البيت اللي هو بيبقى عامل شبه الفي كده، الفي المقلوبه، ممنوع ان هو يتأجر منعا باتا. ليه سيفتي ريزنز، حاجات ليها علاقه بالامان، الامن والامان، يعني ان مفيش سلم اكزيت، مفيش حته لو حصل حريقه مفيش حته يطلع منها وكده، وبالذات لو في اطفال. عشان كده ممنوع في المدارس ان العنوان يتسجل، عنوان بتاع طفل يتسجل على الاتيك اللي هو الابارتمنت الصغيره اللي انا بقول لكم عليها دي. فالمهم فاست فورورد، قالت لي ان كان في مشكله على كان في عيله ساكنه في الشقه دي بعد ما احنا مشينا، والعيله دي سكنت فتره قصيره، وكان في ناس تحتينا، كان في شاب اسباني وصاحبته كانوا ساكنين تحتينا، وعلى طول بيتخانقوا مطلعين عين بعض، وكل يوم تقريبا كانوا بيطلبوا لبعض البوليس، والكلام ده كان ايام ما انا وصاحبتي دي كنا ساكنين. فهي قالت لي فاكره اسمه ايه اللي كان ساكن تحتينا؟ قلت لها اه فاكره. قالت لي اتخانقوا هو والتانيه دي مره، صاحبته دي مره اتخانقوا وجا البوليس وعمل مشكله ومش عارفه. المهم واحنا لسه بنحاول نمشي البوليس قرر ان هو يطلع يخبط على الشقه اللي فوق. المهم لما طلع خبط فتح له واحد وجنبه 3 بنات صغيرين، 3 بنات كلهم يعني في عمر 2 و3 سنين و5 سنين حاجه كده. فطبعا الاوفيسر البوليس اول ما شاف الاطفال قام عامل على طول ريبورت، فاقع ريبورت هي في الست صاحبه البيت انها مأجره البيت لاطفال ومأجره الاتيك المهم قامت الست صاحبه البيت منزله العيله دي طارده الولد الاسباني وصاحبته، ومنزله العيله مسكناهم مكانهم في الشقه، وسابت البيت اللي فوق فاضي اولموست 2 سنين اللي هو اللي احنا ما كناش فيهم موجودين يعني. المهم فقالت لي انا خايفه اجر البيت جدا لانه عليا قضيه ولسه المحكمه ما حكمتش فيها وبتاع. قلت لها بصي انت عارفاني كويس، انا لو جيت سكنت انا بروح الشغل وبرجع انام وبس كده، هي دي حياتي. فقالت لي تمام، وقالت لي الرقم. قلت لها طيب خليكي بس معايا 2 3 هظبط ورستق الدنيا واكلمك تاني. انا بقى ساعتها سخنت واتحمست، مش قادره اصدق البيت اللي انا عشت فيه كل السنين دي وسبته وانا عارفه ان هو لقطه، وعارفه ان انا عمري ما هرجع اعيش هناك تاني، يكون هيرجع لي بكل السهوله دي. وبعدين يا جماعه اللوكيشن هناك كل حاجه بجد، انت لو ساكن في مكان المسافه ما بينك وما بين شغلك انت بتروحها مشي، انت مش متخيل انت وفرت على نفسك كميه فلوس رهيبه. فطبعا ده كان كونسيرن تاني بالنسبه لي، ان انا حتى لو لقيت بيت ولقيت شغل هروح الشغل ازاي؟ اكيد انا مش هروح اشتري عربيه ب5 6000 دولار عشان بس اروح بيها الشغل. يعني كان برضو كان عندي تحديات كتير في موضوع البيت والشغل ده. انما الظروف اللي انا كنت فيها الاول كانت متفصله بالظبط على مقاسي، فان يرجع الموقف يبقى زي ما انا كنت عايشاه بالظبط زمان عشان اعرف اوفر واعرف اكون برضو مرتاحه وما اضطرش اتحوج لحد، كانت بجد شبه معجزه الهيه. الاعجاز الاكبر بقى ان احنا كنا الوقت ده كنا في شهر 1 او شهر 2 سنه 2023، فاحنا كنا داخلين على رمضان. كلمت صاحبة المطعم اللي انا كنت بشتغل فيه قبل ما امشي على طول، وانا عارفة ان هما بيحتاجوا ناس في رمضان والعيد، فما كنتش قلقانة قوي من ان هي تقول لي يعني ما عندناش مكان او كده. لما كلمتها قالت لي احنا ما عندناش مكان دلوقتي، ولكن لو جيتي على رمضان هيبقى عندنا مكان، لان انت عارفة احنا بنحتاج ناس، وبعدها بيجي العيد وبعدها بيجي الصيف وهكذا. فقلت حلو قوي، انا هظبط وقتي ان انا اروح على رمضان. وفعلا قلت لها طيب استني برضو انت شويه حرست الدنيا واشوف التذاكر بكام وبعدين اكلمك. وفعلا دخلت شفت التذاكر بكام وكده، وبعدين رجعت كلمت دي وكلمت دي واكدت على دي واكدت على دي، وقمت جايه حاجزه التذكره وهوب بدبل كيك انا مسافره. مع وسط كل ده انا بجد مش مصدقه، انا مش مصدقه ازاي هرجع اعيش نفس الظروف بالظبط في نفس الاماكن اللي انا تخيلت ان انا خلاص اخر مره دي كنت بديها الوداع الاخير. يعني الموضوع بجد غريب، سبحان الله فعلا. ربنا لما يكون كاتب لك حاجه مهما حصل من نصيبك هتاخدها. والمهم فعلا حجزت ورحت واشتغلت، رحت على رمضان على طول واشتغلت. وعايزه اقول لكم في المطاعم احلى فلوس هتعملها في رمضان يليه العيد، وعلى حسب بقى المطعم اللي انت شغال فيه ده اوت دور اندور
فالصيف هناك بيختلف. لما رجعت تاني كان في ناس كتير قوي مش مصدقه including ناس صحابي انا اللي هم طالعين معايا اصلا من مصر من الاول. فلما رجعت تاني كان في اوفرز كتير قوي، الاوبورتيونيتيز كنت ممكن اروح اشتغلها، وانا الصراحه مخي بدأ يلعب. انا مش معقول ربنا كتب لي ان انا ارجع تاني عشان ارجع تاني على نفس المطعم. ما انا اكيد ربنا كتب لي ارجع تاني عشان اعمل حاجه بجد بقى، عشان اروح اشتغل في مكان بجد بقى. وفي نفس الوقت كان جوايا حاجه عماله بتقول انت تاني، انت تاني، ما انت روحتي واشتغلتي وشفتي ورجعتي بعد كده وقلتي انا ماليش غير المطعم، فانت بجد عايزه تجربي تاني. فكان جوايا صراع برضو رهيب، بس قلت انا مش هوتر نفسي دلوقتي. مش هحير نفسي لان لسه ما فيش في ايدي حاجه، كلها شويه عروض كده ايه وهميه من بعيد كده. ما تروحي تشتغلي، ما تعملي افكار كده، عارفه الناس اللي هي ايه تقترح عليك حاجات يعني. والفتره دي يا جماعه كانت تشالنجينج جدا، لان احنا كنا بعد الكورونا واوريدي في اماكن كتير بالذات الشركات يعني كانوا اوريدي عملوا هايرنج بنسب كبيره قوي، واخدوا ناس موظفين اكبر من احتياجاتهم بكتير. ولما خلصت الكورونا قاموا ماشيين كل الناس دي، فوسط ان الناس كلها عماله تخسر وظايفها وانا بفكر اروح اشتغل في مكان تاني. بس كنت عايزه احس بتجربه جديده حتى لو في نفس المجال، بس تجربه جديده، مكان جديد، زباين جداد، جنسيه مختلفه، اي حاجه يعني. كنت عايزه اجرب اي حاجه. المهم فعلا فاكرين صاحبتي اللي انا رحت عندها نيويورك في الاول خالص، حكيت لكم عليها في اول فيديو اللي اتنصب عليا فيه؟ صاحبتي دي كانت ما شاء الله عليها، يعني هي بتشتغل في رياضه معينه، والرياضه دي هي التنس يعني مش سر يعني. وكانت بتمرن تنس في النوادي الخاصه اللي هي very exclusive نوادي، يعني نوادي بفلوس كتير قوي يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه. يعني هي نوادي غاليه جدا، ونوادي فيها عائلات، يعني عائلات كبيره وعائلات غنيه جدا في امريكا. والنادي ده هو مش نادي واحد، اشتغلت في كذا نادي، وبعدين شي اندد اب في نادي كان بقالها معاه اكتر من سنه. فكانت عملت علاقه وطيده جدا مع الناس اللي شغاله هناك، لدرجه انها بقى عندها الاثوريتي انها تريكومند حد، والحد ده بيزد على هير اون ريكومنديشن يتقبل. المهم كلمتني وقالت لي انا متخيلاكي قوي في الشغلانه دي، تعالي بقى تشتغلي بقى مع الاجانب والبيض، وتشوفي بقى الوايت امريكان بيتعاملوا ازاي، وشوفي بقى هتاخدي قد ايه، وشوفي. هي من واقع خبرتها هي she was having a really good experience في المكان، ولكن هي كانت بتشتغل حاجه، واللي انا كنت هروح اشتغله ده كان حاجه تانية خالص. ولكن انا قلت لها تمام، انا خدت منها كل الانفورميشن والمعلومات اللي انا محتاجاها عشان ابتدي افكر في الموضوع وادرس الخطوه دي كويس قوي. لان انا شغلي في نادي زي ده كان هيفتح لي ابواب كتير قوي في حاجات تانية كتير قوي، اولهم العلاقات. يعني شخص واحد يمتلك شركه وظيفه، شكرا. وهي حكت لي عن ناس كتير قوي جالهم وظايف من الطريقه دي. علاقات، انت بتتعرض لناس عندها opportunities كتير فتقدر تعرض عليك opportunity. فانا كنت فكرت في الفكره مش ان انا عشان اروح واجرب نوع زباين مختلف وخلاص، لا، انا فكرت في الفكره دي ابتدت توسع معايا، ان انا ممكن فعلا اوصل لحد يشغلني في مكان حلو قوي ويشغلني بسرعه من غير الهاسل بتاع بقى انترفيو وبروسس ومش عارف ايه وتعالي وروحي والكلام ده. المهم هكمل لكم في الحلقه الجايه. انا اسفه ان انا بعمل كده، بس انا لا لابتوبي ولا موبايلي يسمح لي بفيديوهات اطول من كده، لحد ما ان شاء الله كده ربنا يكرمنا ونغير التابلوب بتاعنا ونجيب ماك بوك برو ولا حاجه. ساعتها هعمل لكم فيديوهات نص ساعه وساعه ونص وساعتين وفول تايم اول داي لو انتوا عايزين. السلام عليكم.